وبصوته أنه حي يرزق، وأن طلائع تحرير العراق سوف تتحرك من الآن بوجه من أسماهم بالخونة والعملاء. وكان كلما يشكك القيادي حسن العلوي باحتمال وجود من يقلد صوت قائده السابق، فكان يعاتبه القائد مؤكدا أن من أعدم هو شبيهه الرفيق ميخائيل. صدق أو لا تصدق. صدام حسين ما يزال على قيد الحياة، أما الشخص الذي تم اعتقاله وجرى شنقه ليس سوى نسخة من مجموعة نسخ طبق الأصل للرئيس العراقي، وقد يكون جاسم العلي أو ميخائيل رمضان، واللذين بدأا بالظهور بشكل مركز في العامين 97 و 98. هذا ما ورد على الموقع الإلكتروني بغدادالرشيد.com الذي يشرح هذه الحقيقة ويحاول تأكيدها بالاستناد إلى قرائن عدة، بدءا من تقريرين لطبيبين شرعيين، ألماني واسمه ديتر بومن وآخر إيراني واسمه محمد أساسيدي، اللذين ارتكزا في تحليلهما على تفاصيل وجهه وتفاصيل وجوه أشباهه فيما يتعلق بخطوط الوجه ومقاييس الأنف والفم والعينين والأذنين. كذلك جرى الاستناد إلى ما يميز بين لهجة صدام الشعبية وهي لهجة أهالي وسط العراق وبين اللهجات الأخرى لأشباهه. أيضا تمت الاستعانة بما قاله زعيم حزب الحرية النمساوي يورج هايدر، والذي شكك في اعتقال الأمريكيين للرئيس، مؤكدا أنها اعتقلت أحد أشباهه، وكذلك فعل وزير الخارجية الروسي إيبوري فيتوتوف. وتبقى العلامة الفارقة والتي تمت الإشارة إليها، وهي نقطة مثيرة للجدل، إنها غماز ذقنه الشهير. اليوم وإلى كل هذه الوثائق جاء التسجيل الصوتي الذي قيل بأنه القرينة الأبرز في تأكيد مقولة أن الرئيس صدام ما زال حيا. أقول لك أقسم بالله وبالعراق إنه هذا الفيلم المخزي اللي يظهره الخونة ما هو صدام حسين وخدنا، هذا رفيق ميخائيل الله يرحمه، وسوف تثبت الأيام انه صدام حسين قائد عظيم لأمة عظيمة، وسوف يخرج خروج الابطال. اشكرك على هذه المقولة حسن، اشكرك على هذه المقولة، لكن صدام حي. لكن في مختلف الحالات فقد باتت قصة اعدام الامريكيين البطولية للرئيس العراقي مشكوكا فيها، فكيف يمكن الاثبات والجزم انه هو، واين هم اشباهه؟ بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. شاهد بالفيديو انهيار وبكاء مذيعة عراقية على الهواء مباشرة بعد الظهور الصادم والغير متوقع من الرئيس السابق صدام حسين. شاهد ماذا حدث؟ ولكن قبل بدء الفيديو، وإذا كنت تتفق أن صدام حسين المجيد هو أعظم رئيس مر في التاريخ، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر صباح اليوم بفيديو لمذيعة عراقية تبكي بشكل يدمع القلب بسبب الظهور الصادم والغير متوقع لرئيس العراق السابق صدام حسين، بعد أن انتشر خبر إعدامه سنة 2006 من طرف أمريكا في العراق. وقد تأثرت هذه المذيعة العراقية على الهواء مباشرة بعد رؤيتها لصور صدام حسين في فلسطين بعد إطلاق سراحه من طرف أمريكا وإسرائيل، وقالت: هذا أمر لا يصدق، لقد كنا نظن أن رئيسنا صدام حسين المجيد قد تم إعدامه من طرف أمريكا، ولكن اليوم نتفاجأ بإطلاق سراحه بعد غياب دام ل17 سنة. هذا أمر موجع حقا. وانصرفت المذيعة وعيناها ممتلئتان بالدموع
وأنتم ما رأيكم فيما قالته هذه المذيعة العراقية؟ ننتظر آراءكم في التعليقات.